إحساس الإحباط لما الواحد ما يبقاش عارف حقه إحساس صعب. تعالوا نشوف قصة بسيطة عن الموقف ده. الحكاية بتبدأ مع شخص اشترى موبايل جديد، وبعد يومين بالظبط الشاشة طفت. مشكلة شكلها بسيط، صح؟ طبعا كان متأكد إن من حقه يا إما ياخد موبايل تاني أو يسترجع فلوسه. ده الطبيعي. لكن لما راح المحل الرد كان ببساطة ده سوء استخدام. وقتها معرفش يرد بإيه. وهنا الموقف الصغير ده كبر فجأة وبقى خناقة وصداع وشعور بالعجز. الفكرة إنه ما كانش غلطان، كل الحكاية إنه ما كانش يعرف إن قانون حماية المستهلك معايا. والموقف ده مش حالة خاصة، لا ده بيتكرر كل يوم في شغلنا وفي المحلات وحتى في عقود الإيجار. والإحساس ده بالذات، إحساس إن الواحد لوحده ومش عارف حقه، هو اللي ولد فكرة جديدة. الفكرة دي هي ميزان الحكاية، طريقة تانية خالص عشان نفهم بيها القانون. هنا مفيش داعي لحفظ مواد قانونية مكلكعة، الحكاية كلها فهم من خلال مواقف حقيقية وبسيطة. يعني القانون بيتحكي بنفس طريقة المواقف اللي أي حد فينا ممكن يعدي بيها كل يوم، لأن كل قصة وراها موقف حصل فعلا وحق واضح، والأهم حل عملي ومباشر. المعرفة دي هي اللي بتدي الثقة. لو صاحبنا كان عارف المعلومة، موقفه كان هيختلف تماما. كان هيفهم حقه بهدوء ويعرف يتصرف بالثقة، ويمكن أصلاً ما كانش هيحتاج لمحامي. من غير بقى لف في كتب قانون ولا قلق وتوتر على الفاضي. يا ترى في حكاية زي دي ممكن تفكر أي حد فينا بموقف عدى عليه قبل كده؟ أو الأهم تجهزوا بمعلومة لمشكلة يمكن لسه هتحصل في المستقبل. ومن هنا بيجي الشعار بتاعنا: تابع ميزان الحكاية وخلي ميزانك دايما راجح. كل أسبوع بنقدم حكاية قانونية جديدة ممكن جدا تغير الموقف اللي جاي.